النهارده هعمل معاكم مكرونه بالبشاميل. تمام، هنا جبت طاسه حطيتها على النار، سخنت وكده. وبعدين نزلت بزيت. انا مش بحط كميه كبيره، ومش بحط كميه قليله، يعني الكميه مناسبه للبصل واللحمه اللي هتكون عندي برضو، يعني لان اللحمه بيبقى فيها اصلا دهون. فهنا انا كنت نزلت بالبصل، ونزلت باللحمه. تمام. وفضلت اقلب اقلب اقلب. عادي الصوت اللي طالع منها ده صوت ايلا عادي يعني. قلب 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 وكده. وبعدين نزلت بالفلفل الاسود والملح. تمام. وبعدين والسبع بهارات. حطيت معلقه صغيره من السبع بهارات، وفضلت اقلب فيها. وبعدين سبتها شويه، وهنا كنت بوريكم ان هي بدات تنشف. هنا عملنا البشاميل. انا بحط 6 معالق على كيلو اللبن، وكوبايتين شوربه. يعني مش بعمله كله بلبن عشان ما يبقاش طعم اللبن ظاهر فيه قوي. عندك كريمه، حطي مثلا عبوه واحده من الكريمه مع اللبن، وكوبايه واحده شوربه، برضو بتديها طعم حلو. هنا كنت حطيت معلقتين ملح وفلفل اسود. ملحت الدقيق كويس. تمام. بعد ما نزلت باللبن والشوربة مع بعض. وهنا كانت المكرونة عندي اتسلقت، نزلت عليها بنص البشاميل، فكان خفيف شوية. وبعد كده بتسيبيه بيتقل، برضو بيتقل حبة حلوين، يعني بيبقى احلى شوية. وبعدين هنا حطيت اول طبقة من المكرونة. الاول خالص دهنت الطاجن البايركس ده بمعلقة طحينة من تحت عشان الاكل ما يلزقش فيه. وبعدين حطيت معلقتين بشاميل على المكرونة كده، وبدأت احط اللحمة، ارص 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 كده. كتروا لحمة يا جماعة. كتروا لحمة، احنا كده كده ميتين عادي يعني، فلازم ناكل. وبعد كده حطيت طبقة تانية من المكرونة. تمام. وبعدين نزلت بالبشاميل، فضلت اسقسق فيها كده بالبشاميل. غطيتها بالبشاميل. والنقطة السوداء دي كانت حباية فلفل اسود حصى. مش من الشوربة، يعني لان انا بعمل الشوربة بالفلفل الاسود حصى، مش بحط فيها ناعم يعني. وده كان شكل طاجن المكرونه. والله كان تحفه، وكان طعمه جميل جدا. انا ما دقتش غير معلقه واحده بس علشان عامله دايت وكده، بس هو حلو خالص. كان طعمها حلو، وجربوها بالطريقه دي وان شاء الله مش هتندموا، هتعجبكم قوي. ولو في مكعب مرقه عادي، حطي اي اضافات في البشاميل، ولا بيغمق لونه.